اهلا بلطيف. مرحبا بك نينا. مرحبا بك. تفضل مدام. تفضل. مرحبا بك لطيفه في برنامج عندي. ما نقول لك بيك عايش. شنو احوالك؟ لاباس. عارفين مفجوعه شوي. مفجوعه برشا. علاش؟ على خاطر ولادي. باهي من غير ما نفسر لك استنى ما نسبقوش الاحداث. بالك شي اللي جيت عليه ماهوش هو ولا ماهيش هي، بالك شي حد ما نعرفوش شكون. ما عنديش حتى فكرة. ما عندكش انت حد؟ ما عنديش حتى فكره اخرى يعني. اما في الموضوع هذاك في ذهنك حاجه. في ذهني حاجه. لا. شوف معايا على شاشه التلفزيون شكون اللي طلبتك وانا اللي طلبك في برنامج عندي ما نقول لك. نظن اللي هو كاين هاك. هو سامحني. سامحني. سامحني ماما. سامحني. مروان معاي. مروان. اسمي احمد. مروان. شو اسمك؟ احمد. احمد. تشرفي احمد يا ولدي. وبيك. علاش؟ سامحني بابا. علاش مروان قلت؟ انا مسميته مروان. ها عرفت اسمي مروان. عرفت اسمك مروان. انا مسميتك اسمك مروان. من اللي خزرت له؟ عرفته. عرفته. شبهتي دم. ما تبكيش جبت راجل راه. ما ربيتوش ولدتو بركه ما جبت راجل راه. عايشك يا بابا عايشك. عايشك يا بابا. سامحني. 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 راجل ونص. سامحني يا بابا. مدام كيفاش؟ علاش الوليد هذايا ما ترباش في حضنك هاد 18 سنه هذوما الكل؟ 20 محسوب. 20 محسوب. علاش ما ترباش في حضنك الوليد هذا؟ انا ما ربيتوش في حضني. كيما نحكي لكش القصه احسن. شو اللي هو باش يعرف؟ اما انا بربي يحكي بجاه ربي. خلنا نعرف علاش. خليه يعرف. يعني انا كي نحكي الوضعيه وكل شيء يعني ما تسجلش الكل خاطر انا نوع واحتراما لرغبة السيدة لطيفة مش باش نبثوا لكم تفاصيل الظروف اللي لزتها باش ما تخليش ولدها عندها واللي كانت ظروف صعيبة برشا. أحمد بابا جيت تفركس القناة موجودة فما اللي يقعد حياته كاملة مقهور ما يعرفش أمه وما يعرفش بوه. سي علي تعبت برشا عمري هاي ثمرة التعب نتاعك الليلة.
هاو اليوم هاي ثمرة التعب متاعي. ثم بداية، هات نبداو بالمرحلة الأولى. هاي الأم. أحمد يا أحمد لازمك تستوعب بشوية بشوية. يا أحمد وراسك أنت كلنا لهنا في الاستوديو فرحانين، بلاتو كامل فرحانين اللي لقينا لك أمك باش تحضنك لأول مرة وتعوض لك الحنان اللي ما لقيتوش في صغرك كله. أحمد الليلة باش تقول لأول مرة أمي بالمليان الليلة. أحمد اسكت طبعا. الليلة عن جدارة وبالمليان تقول عندي أصل وفصل. يا أحمد نعم. اسكت يا بابا اسكت. ما عادش نحكي لك يا بابا. ليه احكي لي؟ لا مدام هذا ولدك، شو مازال فما حكاية بعد هذا ولدك؟ ولدي مازالت فما حكاية بعد أنه ولدك لقيته؟ ما عادش فما حكاية، ما عاد حتى شيء تحكي. أنا عندك خويين تبارك الله 4. عندك عائلة اخوات ما نعرفهمش. هاك باش تعرفهم يا أحمد. كنت نتمنى نعرفهم من قبل، كنت نتمنى نعيش معاهم سي علي. يا خويا هاي فرصة باش تعوض. عمرك 18 سنة شريت من عمرك أنت حتى شيء. ليه ريت برشا سي علي. مازال لك عمر كامل يا خويا، 18 سنة مازلت صغير. لاباس بابا أنت؟ عطاو يتعوض. لاباس أنت؟ لاباس. كل شيء يتعوض يا أحمد وكل شيء يتداوى. هات شوية عزيمة، تكون عزيمتنا قوية، نكونوا قادرين على أنه نستوعب الصدمة من الأول. نعرف أنه الموقف صعيب شوية، فيه صدمة وفيه ارتجاج بين الزوز، بين الأم وولدها، لكن بشوية بشوية نستوعبوها ونحاولوا أنه نفهموا اللي صار الكل بشوية بشوية ونصلحوا اللي يمكن أنه يتصلح ونعاودوا من أول وجديد. ما خسرنا شيء. أما خير ولا بلاش أم؟ أنا وأفضل أنك في اللحظة هذه عندك أم ولا ساعة التالي ما عندكش أم؟ ليه توا خير سي علي. هكا ولا عندك تعرف أصلك وفصلك سيدي يا زدحمة يا أحمد. نعم سي علي. الليلة عرفت أصلك وفصلك ولا لا؟ عرفت. عندك صدر حنين أمك إن شاء الله تو تعاون تخفف عليك الوجاعة اللي عندها 18 سنة، وإن شاء الله معناتها الأيامات تجيب حاجات باهية. سي علاء أنا باش نحكي لك كل شيء بأني شوف من غير ما نعذبوا حتى واحد. اخزر لي مدام حتى تبدا الامور واضحه، من غير ما تحكي التفاصيل هذيك بعد موضوع اخر. هي تعطينا الوليد يتقابل معك مع امه، وحشته بام الساعه، هو عنده مشكله، عنده نار يلزمها تطفى. امي شكون؟ تصور واحد يقف لهنا في الاستوديو معناتها اي واحد فينا ما يعرفش بوه شكون ولا امه شكون. مصيبه زرقاء، مصيبه ما ينجمش يستوعب الانسان انه ما عندوش لا اصل لا فصل. احنا نحبوا الوليد هذايا يلموه، انه يطمن انه عنده ام وعنده ابوه وانه يحضر كتهو. ما طالبين حتى شيء يا اخي ما دام يقف بحذايا. تقف يا احمد مدام دون الخوض في التفاصيل. احمد تقف خويا. احمد اقعد يا مدام. أحمد تحس برشا بعد ما سمع تفاصيل الحكاية من عند أمه وتأثر، وحاول علاء يهديه. يا أحمد أمك موجودة بحذاك، أنت راجل وسيد الرجال وقوي وقادر أنك تتحمل الصدمة هذه والرجة اللي حصلت لك. أنا متفاهمك راه ونعرف مدى قسوة الموقف عليك. أنا في بلاصتك ما راحش كيفك. أنا عمري 18 سنة. عمرك 18 ما عشتش حتى دقيقة من عمري. في شنو ما 18 سنة في عمر البشر قدام ولد باش يقابل أمه بعد 18 سنة كله يهون. نعرف صعيب عليك الموقف شوية، ما يلزمك تتحمله. انت كان حاب ربي مازالوا لك 50 60 سنة باش تعيشهم يا راجل، احمد ربي واشكره. انك لقيت امك الليلة واعترفت، قالت لك انت ولدي من الضربة الأولى، ما خبيتش ولا نكرت ولا كذا، لا قالت هذا ولدي وعلى الراس والعين. ونعترف به. هاي نجموا نقفوا. هاي خليك راجل،
خليك راجل وحدك نحبك تاقف. تحيه كبيره ليك. انا باش نقعد هوني. هاي شد روح شد روح شد روح. احمد 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 انا باش نقعد بحذاك خاطر نعتبرك كيما خويا وراجل وسيد الرجال ونعاونك ما يسالش، اما نحبك واقف على ساقيك. مدام نعم. باش نسالك سؤال. نعم. يفتح هذا الستار تعترف به ولدك قدام الناس الكل، يفتح هذا الستار قبل ولدك، نعم ام لا؟ لا سي علا. يا شوقي شوقي بعد اسم ما تخليش يقرب الحاجه حديد ولا حاجه. الاولاد ما تخليش وحده، ها خليهوش وحده. عندي شروط سي علا. المفاجأة كانت كبيرة على أحمد اللي ما نجمش يستوعب موقف أمه. حالته النفسية تعكرت وخرج من الاستوديو باش يرتاح شوية. التصوير توقف مدة قصيرة ورجع عليه الاستوديو بعد ما ارتاح أحمد واسترجع وعيه الكامل. هذاك ولدك ولا؟ سامحني، هذاك ولدك ولا؟ تستعرف به اللي هو ولدك ولا؟ جاوبني على السؤال، تستعرف به؟ معترفة به اللي هو ولدك ولا؟ هو قال انت مستعرفة به اللي انت مدام ما تهبلنيش عاد. مدام استعرفت به اللي هو ولدك ولا شو انت باش تكذب فيا؟ عاد انا نسمع فيك بعيني. اللي هو ولدي. ايه تجي تقول ما لا علاش ما تحلش الستار؟ علاش ما نحلش؟ انا ولادي ما في بالهمش. الحكايه انا كيفاش نحكيها لك من الاول تحب كيما لا علاش استعرفت به مدام؟ ولادي ما في بالهمش اللي هم عندهم خو، يعني فهمت كيفاش؟ هاي الحكايه كيفاش؟ انا كي نقول لهم عليه ما هنا لعبنا باعصابه الطفل. كي نقول لهم هنا الطفل لعبنا باعصابه. نستعرفوا بك انت ولدي ومن بعد يجي نحل الستار. لا ما نحلش الستار. انا في بلاصته نهبل. ما عمرها ما صارت هذه في برنامج عندي. ما نقول لك التلاعب بالمشاعر هذا والتلاعب بالحاله النفسيه اللي صار كيما الليله ما عمري ما ريته. تقول له ايه يا ولدي؟ سامحني احنا تفاجئنا الناس الكل تقول له انت ولدي وتبكي ودخت وحالتك علينا حل الستار. انا كنت استنى عليك. انا بدي تصدمت ما نكذبش. يا مدام خايفه من ولادي. دخل ولادك. انا قلت لك هذا ولدك قلت لي ايه؟ قلت لك حل عليه الستار قلت لي لا ما فهمتكش. ولادي يسمعوا كل شيء وطفل فما جانب من الانانيه لهنا. باش ندخلوه توا يا مدام ما تحشمناش معاه مره اخرى. اوكي شوقي رجع لك شاهد العقل وقت اللي خممت في الناس كي باش تروح ايش باش يقولوا لك، لكن هذا ما عنده حتى دخل في حلان الستار. هذه اللي ما حبيتش تفهموا انت. انا مش فاهمك. انا مش فاهمك. عارفك ماكش فهمته. ماني عارفك انا عارف. به انا بدي تصدم. اقف بحذاك ما يسالش. يا شوقي شوف لنا احمد وين. يا احمد فما سوء تفاهم. امك فهمت بالغلط. احمد اسمعني اقف. لا باش تقابل امك خويا. باش تحلها انا ما نحبش نقابلها تو. شنو هو تو عاد؟ مادام ما تحبش علاش فهمت بالغلط المراه. فما ما فهمت بالغلط الموضوع. كنت متشوق باش نراح. حميدو اقف بحذايا نعرفك راجل وسيد الرجال. هاي باش تبوس امك عاد. عاد شد روحك. احمد تصفيقه كبيره عليك مدام. يفتح هذا الستار مدام نعم ام لا؟ نعم. يفتح الستار.